السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإياكم الشيخ الروحاني محمد أبو سلطان. اليوم سوف نبدأ بإذن الله تعالى في أول فيديو لنا على قناة اليوتيوب لكي يتم التعلم على طريقة تنزيل الأموال. إخواني، تنزيل الأموال من الأمور المعقدة التي دخلت عالم الروحانيات منذ القدم، فكثير ما وجدنا في القصص القديمة أو الأفلام ما يتم تناول مثل هذه الأفكار من القيام وتحضير جن وطلب منها الأموال، أو عن طريق فانوس سحري قديم، ويتم فرق الفانوس ليخرج المارد من الفانوس ويطلب منه الشخص أموالا فيأتيه بها. ولعل السؤال المطروح في هذا الموقف: هل تنزيل الأموال أمر حقيقي أم وهمي؟ وهل يمكن لأي شخص تنزيل الأموال، أم أن هذا الشيء خاص بشيخ روحاني متمكن وصل لدرجة عالية من العلم الروحاني؟ وما هي الطرق التي يتم من خلالها تنزيل الأموال؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سيتم الإجابة عنها في هذا الفيديو. ما هو مفهوم تنزيل الأموال؟ إن المفهوم والمعنى المقرب لتنزيل الأموال هو قيام رجل روحاني متمكن وصل إلى درجة عالية من العلم الروحاني. هو قيام رجل روحاني متمكن وصل إلى درجة عالية من العلم الروحاني جدا بطلب استنزال الأموال عن طريق الجن. وهذا الأمر لا يكون لأي شخص، ولكن لشيخ روحاني متمكن وذات درجة عالية من العلم الروحاني أهلته لأن يستطيع القيام بتنزيل الأموال أو حتى استخراج الكنوز من باطن الأرض، لأن تنزيل الأموال وغيرها من الأمور التي لا يستوعبها العقل، ولكنها موجودة بالفعل، ولكن عند قلة قليلة من الروحانيين. كثيرا ما يسمع عن قصص في موضوع أن أحد من الناس عثر على كنز عن طريق قراءة بعض العزائم أو التعويذات أو التعزيمات والتبخير، وهناك من أصبح صاحب تجارة كبيرة وأموال كثيرة. واليوم نختم بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.